نيجي بقى لاغلب الاخطاء التحكيميه للمهزله او بالبلدي كده للمسرحيه. اتفرج، دي ما فيهاش انذار ازاي وما فيهاش حاجه ازاي؟ دي بقى ما فيهاش انذار ازاي وما فيهاش حاجه ازاي لما في وش الحكم؟ طب ارفع الرايه، طب اعمل اي حركه، برضه لا. بص، دي بقى المفروض هجمه لينا وصلاح وشه للجون، لا وفي وش الحكم. طب ازاي دي مش فاول؟ اهي، ازاي مش فاول وخدوها هجمه مرتده ليهم؟ كوره لينا وقدام الجون والفاول واضح، لا ادى انذار ولا حتى حسب الفاول. طب اتفرج، ضرب بدون كوره، الكوره بعيد، بتضرب الجون ليه؟ طب احسب فاول، طب ادي انذار. ده انت كنت عمال توزع انذارات علينا كانك بتحيي في فرح، لدرجه انه ادى انذار للكابتن حسام حسن، يعني لما خلص انذاراته على اللعيبه بقى يدي للي بره. اهي، دي بقى ما فيهاش انذار ازاي؟ يعني بلاش طرد، الدخله دي ماشي بلاش طرد، دي بقى ما فيهاش انذار ازاي؟ عايز افهم. اتفرج ده لسه، اهي الكره اللي جايه دي مهمه. بص بص بص، اهي دي انا اتكلمت عنها في الماتش. ليه ما خدش طرد؟ ضرب بدون كوره، وكان حاطط امام عاشور في دماغه من بدايه الماتش وشد معاه اكتر من مره. الكره مع امام عاشور، الكره بعدت خلاص، ضربه في وشه ليه؟ ما خدش طرد ليه؟ ما خدش انذار ليه؟ ما حسبش فاول ليه؟ اتفضل، دي ما فيهاش طرد ازاي؟ هجمه مهمه لينا اهو، اهو اهو بيدي انذارات للي بره. ده مش شايف؟ ده بيدي انذارات للاداره بره عشان اعترضت. طيب كوره زي دي معلش، لاعب على رجله ما فيهاش طرد برضه ازاي؟ يا راجل ده كان بيوزع ده كانه ايه؟ التحيه لمين؟ اهي ما هو لاعب على رجله اهو، ما ده صلاح، ما هو لاعب على رجله ما فيهاش طرد ازاي؟ طب ما فيهاش انذار ازاي؟ نيجي بقى لاهم لعبه في الماتش، خلاص الوقت انتهى واحنا في منطقه الجزاء. اتفرج بقى على المهزله اللي بجد اهو. دي مش ضربه جزاء ازاي؟ دي اهي، دي بقى مش ضربه جزاء ازاي؟ ما هو في منطقه الجزاء وده لاعب مصري والله. اهي بلاش دي اهو، وهي واضحه. بلاش دي الثانيه دي، ما هو مش ده صلاح؟ مش مصري؟ مش دي رجله اللي هيشوط بيها وهيجيب بيها الهدف؟ مش هو في منطقة الجزاء ووشه للجون وخلاص مفيش ثانية واحدة وهيحطها في الجون وده المفروض ان الماتش خلص، وخدوها بعدها وحطوا هدف فينا وحسبت الهدف عادي؟ مش احنا يا عم الحكم لما جبنا الهدف الثاني ومسحنا بكرامتهم الارض وسفوا النجيله كده ورا اللعيبه وجبنا هدف ولا اروع الهدف الثاني، رجعت بعدها بخمس دقائق تشوف مين اللي حك اللاعب، مين اللي جرس اللاعب؟ مش فضلت تدور في الفار كده وتقول لهم ابحثوا في الماتش عن اي هوا حصل في قبل الهدف، وقمت جيت في نص الملعب كده ولغيت الهدف وحسبت فاول ليهم؟ ما رجعتش ليه بقى للفار وقتها تشوف كام ضربة جزاء في وقت واحد؟ اللي على كيفك بقى احسبها، لو ما حسبتش دي احسب دي، الاتنين واضحين والاتنين في وقت واحد والاتنين خلاص ثانية واحدة وهيسجلوا اهداف، ده الكرة عنده وده الكرة معاه، والاتنين اللاعيبه احتكت بيهم في منطقه الجزاء وضربه جزاء صحيح. لا، واول ما حسام حسن اعترض ما تكلمش حتى، ده شاور بايده كده حاجه قانونيه، انذار، واللي جنبه انذار واللي جنبهم انذار واللاعيبه انذارات. وبعيدا عن الماتش، بص اللقطه الجميله دي، بص مين كان مستني يفرح مع ملايين المصريين وملايين الناس في الوطن العربي. جون والله كان نفسنا نفرح بجد ونفرح الناس في العالم كله اللي دعمت المنتخب المصري. اول مره اشوف الحب ده بجد لمصر من الشعوب العربيه، فكل التحيه والتقدير ليهم. ورسالتي للكابتن حسام حسن ولاعيبتنا، الحلم اللي كان مستحيل انتوا خليتوه حقيقه بعد ربنا سبحانه وتعالى ثم مجهودكم. لعبتوا رجاله وشكرا على تعبكم والحمد لله على كل حال. اما عن الحكم والاداره فانا مش عارف اقول ايه والله غير حسبنا الله ونعم الوكيل. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.